تاكل لقمتين وبعدين تحس بعدها بامتلاء أو شبع على طول، ده ممكن يكون أعراض عسر هضم. عسر الهضم من الأعراض الشائعة جدا في الجهاز الهضمي، ممكن يجي بامتلاء بعد الأكل مباشرة، أو إحساس بالألم في منطقة أعلى البطن، أو العيان يحس بارتجاع أو بألم في بطنه، وممكن توصل للغثيان أو القيء. رغم أن عسر الهضم من الأعراض الشائعة في أمراض الجهاز الهضمي، إلا أنه ممكن يشير لمشكلة في المريء أو المعدة أو الاثنى عشر أو الأمعاء. إمتى لازم حضرتك تشوف دكتور الجهاز الهضمي؟ لو الأعراض دي استمرت أكتر من أسبوعين، أو كانت مصاحب لها أعراض تانية زي فقدان الوزن، أو يكون في براز أسود أو أنيميا أو إرهاق أو انسداد في الشهية، أو إن العيان يكون معاه صعوبة في البلع أو ألم عند البلع. التشخيص ممكن يبدأ بفحوصات بسيطة زي صورة الدم الكاملة. ممكن نلجأ لفحوصات أكثر دقة زي تحليل الميكروب الحلزوني، أو إن احنا نعمل للعيان منظار المعدة أو منظار القولون. العلاج بيبدأ بنمط حياة صحي، تقليل الوجبات، تقليل الكافيين، إن احنا نتجنب أخذ بعض المسكنات اللي ممكن تأذي المعدة، إن احنا ممكن نحتاج في بعض الحالات إن احنا نوصف بعض مضادات الحموضة. لو الأعراض مستمرة ومضايقاك، ما تترددش في زيارتنا في عيادات أندلسية.